أعلن المستشار مرتضى منصور عن تولي السويسري كريستيان جروس تدريب نادي الزمالك. كريستيان جروس من مواليد 4 إبريل عام 1954 ويبلغ من العمر 64 عاما. كان يجيد اللعب في مركز المدافع. بدأت مسيرته كلاعب كرة قدم عام 1973 واعتزل عام 1988. كان قد تولى تدريب نادي فيل السويسري وصعد به من الدرجة الرابعة للدرجة الثالثة من 1988 عام 1993، وبهذا الإنجاز استطاع أن يتولى تدريب نادي جروس هوبر زيونخ السويسري من عام 1993 إلى 1997، والذي حصد معهم 3 بطولات هم كأس سويسرا والدوري مرتين. ومن عام 1997 حتى 1998 تولى مهمة تدريب نادي توتنهام الإنجليزي، لكنه لم ينجح، لذلك قضى فقط 9 أشهر مع الفريق. كانت من أنجح فتراته التدريبية مع نادي بازل السويسري من 1999 حتى 2009. حصد الدوري السويسري 4 مرات: 2002 2004 2005 2008، واستطاع أيضا أن يحصل على كأس سويسرا 3 مرات ولقب السوبر السويسري مرة واحدة. قدم أداء رائعا مع الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2002 وخرج من دور المجموعات، وفاز على يوفنتوس وتعادل مرتين مع ليفربول وتعادل مع مانشستر يونايتد. له إنجاز أوروبي مع الفريق حيث وصل ربع نهائي الدوري الأوروبي في 2006. تولى تدريب نادي شتوتغارت الألماني عام 2009 والذي لم ينجح معهم وتمت إقالته. تعاقد مع نادي أهل جدة السعودي وحصل على الدوري بعد غياب 34 عاما بعد منافسة شرسة مع الهلال. فاز بلقب كأس الملك وكأس ولي العهد خلال مسيرته الناجحة مع نادي أهل جدة. رحل عن نادي الأهلي جدة عام 2016 ولكنه عاد مرة أخرى إلى الفريق السعودي ثم ترك النادي في يونيو 2017. قال مرتضى منصور أن مدة تعاقد النادي الزمالك مع السويسري كريستيان جروس هي مدة عام واحد فقط. وقال جروس في المؤتمر الصحفي إنه يشكر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وشكر أيضا المدير الفني السابق للفريق خالد جلال، وقال إنه سعيد بالفرصة التي منحها له مجلس إدارة نادي الزمالك لكي يكون مدربا للفريق. قال إنه على ثقة ويقين تام مع أعضاء الجهاز الفني ومع لعيبة الفريق، وقال إنه من اليوم زملكاوي وإنه يحتاج من اللاعبين أن يكون لديهم طموح والقتال في الملعب من أجل تحقيق الفوز. واختتم إنه يعد جماهير الزمالك بأن يقدم كل ما لديه من أجل الفريق وتحقيق آمال جماهير القلعة البيضاء.